لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد بيده الخير سبحانه وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا صلاة تحل بها العقد وتفول بها الكرب وتهون بها الأمور والصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحسن طاعته والتمسك بدينه والاعتصام بحبله المتين، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره والتخلي عن دينه والتفرق عن حبله المتين. قال الحق سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحق سبحانه اختار لنا دين الإسلام دينا، وقال ربنا سبحانه في حديثه القدسي: إن هذا الدين اخترته لنفسي ولن يصلح هذا الدين إلا بالسخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما استطعتم. من علينا الحق سبحانه أن جعلنا من المسلمين. قال ربنا في كتابه مخاطبا نبيه الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من علينا ربنا أن جعلنا أمة للمصطفى. قال في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أكرمنا الحق سبحانه بهذه النعمة العظيمة وأمرنا بحسن الخلق، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حير علماء الدين، حيرهم بحديث واحد لما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئل المصطفى عن الدين فقال: الدين المعاملة. بهذا الحديث خير المصطفى صلى الله عليه وسلم علماء الدين، لأن الدين الإسلامي يقوم على ثلاثة ركائز: يقوم على توحيد الله جل وعلا، ويتمثل في أنه واحد لا شريك له، ويقوم على العبادة، ويقوم على الأخلاق والمعاملة. فكيف يحصل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثته كلها في جانب واحد وهو جانب الأخلاق والمعاملة؟ قال في حديثه: الدين المعاملة. وقال في حديثه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأين جانب العقيدة وأين جانب العبادة؟ قال علماء الدين: إن رسول الله ما فعل ذلك إلا لأن العقيدة راسخة منذ أن خلق ربنا سبحانه الخلق والناس يعلمون أن للكون خالق وهو إله واحد. فمنذ أن خلق ربنا الخلق وأملاك السماء تشهد أنه واحد لا شريك له، وأن العبادة هي قديمة منذ أن خلق ربنا سبحانه الخلق. فمن الملائكة من يسبحون بحمد الله ولا يشركون به شيئا، ومن الملائكة من هم سبة لله جل وعلا
لا ينتفعون من سجودهم أبدا. وما من شيء إلا ويسبح بحمد الله سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وما من نبي بعث إلى قومه إلا وأمرهم بصلاة وصيام وزكاة وحج إلى بيت الله الحرام، فهي أمور قديمة منذ أن خلق ربنا سبحانه الخلق. انظروا عندما تحدث ربنا سبحانه عن الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعندما تحدث ربنا سبحانه عن الصلاة والزكاة قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولما تحدث ربنا سبحانه عن الحج خاطب خليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر هذه الآيات. ومن هنا كانت العبادة القديمة، فالعبادة هي أزلية منذ أن خلق ربنا سبحانه الخلق، وهم يعبدون الله جل وعلا. منهم من يعبد الله ومنهم من سار على هواه فخالف هذا الأمر الإلهي. أما الوسيلة من هذه العبادة والغرض هو الوصول إلى خلق قوي. لما تحدث ربنا سبحانه عن الصيام فقال: كما كتب على الذين من قبلكم، ختم الآية بخاتمة بدأها بلام التعليل قال: لعلكم تتقون. ولما ختم آيات الصيام قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. زين الآية الأولى كما زين الآية الأخيرة، وبدأ هذا البين بلام التعليل، أي ما أمرنا الحق سبحانه بهذه العبادة إلا بالوصول إلى تقوى الله جل وعلا. وكذلك سائر العبادات. تحدث ربنا سبحانه عن الصلاة وقال أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا حاجة لله في صلاته. وتحدث ربنا سبحانه عن الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن أخرج الزكاة ولم تطهره زكاته ولم تتزكى نفسه بهذه الصدقة فلا حاجة لله سبحانه فيما أنفق. والحج ما هو إلا طهارة للأبدان. أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن كان مؤذيا لجيرانه أو كان مؤذيا لعباد الله جل وعلا وذهب إلى بيت الله الحرام ولما عاد ازداد إيذاؤه وازداد ضرره، فهذا عبد لم يأخذ من هذه العبادة شيء. ولذا كانت العبادة هي نتيجة، هي موصلة إلى جانب واحد وهو جانب الأخلاق والمعاملة. ولذا حصر المصطفى صلى الله عليه وسلم فاعتقدوا في هذا الجانب وبين لنا أن الدين الإسلامي هو دين يسر وهو دين سماحة. انظروا إلى رسول الله طبق ذلك على نفسه منذ أن أرسله الحق سبحانه بدين الإسلام وهو في إيذاء إلى أن استتب له الأمر. آذاه قومه فذهب إلى الطائف فآذوه ورموه بالحجارة، وأمر أهله وقومه أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، ثم استقر له الأمر بعض الشيء فوصل الإسلام إلى أمكنة رجال من المدينة المنورة سألوا رسول الله ووعدوه أن يقفوا بجانبه، ولما رأى فيهم خيرا أمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، ولم يتركوا قومه بل سلبوا أموال المسلمين وحرموهم من
ومن تلاوتهم، ويذهب رسول الله مهاجرا إلى المدينة المنورة، فذهبوا إليه لمحاربته، لأنهم علموا أن في الخلاص منه هو خلاص لهذا الدين، وأنه سينتهي بموته. فحاربوا رسول الله بدلا من أن يؤازروه وينصروه، عادوه وحاربوه. ومع ذلك لما جاء في يوم فتح مكة وانتصر الإسلام على الشرك وعلى أهله، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهله: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال أخو يوسف: لا تسريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، إنه دين يسر وسماحة. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الجهد. هذا ما أرشدنا إليه حبيبنا المصطفى، علمنا أن السماحة في كل أمر هو واجب شرعي، وأنه سلوك في هذا الدين في كل أمر من أمور حياته، في بيعه، في شرائه، في سداد الديون، في طلب الدين. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن السماحة حتى مع أعدائك الذين آذوك. لما حدث إيذاء شديد للمصطفى صلى الله عليه وسلم حيث سب رسول الله في أهل بيته كالسيدة عائشة. كانت السيدة عائشة مع رسول الله في إحدى سفره، ورسول الله وهو عائل، وكانت السيدة عائشة هي لطيفة في جسدها، نزلت من على البعير التي تركبه لقضاء حاجتها، ولما عادت وجدت أن رب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل من مكانه، فجلست السيدة عائشة في مكانها حتى أتى رجل، وكان من طبيعة العرب أنهم إن سافروا في سفر خلفوا وراءهم رجلا من رجالهم حتى ينظر إليهم ما تركوه وما خلفوه وما سقط منهم. فوجد السيدة عائشة فوضعها على بعيره وساق البعير حتى وصل إلى المدينة المنورة. فلما رآه المنافقون قالوا: والله ما تركها، لقد نال منها ونالت منه. وهنا يذكر قول الله سبحانه في سورة النور بآيات تبرر السيدة عائشة التي ذهبت إلى بيت أبيها لما رأت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما أشاع هذه الفتنة رجل كان يعطف عليه سيدنا أبو بكر الصديق، فتعلم من هذا الأمر كيف يعطف عليه ويعطيه المال لقضاء حوائجه، ومع ذلك يصب سنته فمنع عنه ما كان يعطيه. ونزل قول ربنا سبحانه يخبر أبا بكر الصديق أن يعطي هذا الرجل من مال الله. وقال ربنا سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. وهنا ينزل هذا الأمر فيبين أن الإسلام هو دين السماحة حتى في من آذاه، لا ترد إليه الإساءة بالإساءة بل رد إليه الإساءة بالإحسان. وهنا ينزل قول ربنا سبحانه على المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه أمين السماء جبريل فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا يسأل رسول الله جبريل أمين السماء عن تفسير هذه الآية، فقال: حتى أسأل الله سبحانه. فنام جبريل ثم عاد فقال: إن الله يجيبك السلام ويقول لك سلما قطع
يشتكي له من أهله ومن قرابته، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يصلهم ويردهم وهم يقطعونه، يريد لهم الخير وهم يمنعون عنه الخير بل ويريدون له الشر. وإذا ما خاطبهم بحلم وسكينة خاطبوه بجهل وبسوء أدب، وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويمنعونني، وأحرم بهم ويجهلون علي. وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسبهم المن، وهي جبال حارة بالصحراء من أثر الشمس، فكأنما تسبهم المن، ولا يزال الله لك ظهيرا ما دمت على ذلك. إنها سماحة في الإسلام حتى مع أعدائه. قال الحق سبحانه في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هذه هي سماحة الإسلام، فهو دين يسر في كل أمر من الأمور، فقد يسر لك كل شيء حتى العبادة. من أراد أن يصلي فلم يجد ماء أباح الحق سبحانه له أن يتيمم بالتراب، والتراب موجود في كل مكان ولا مدة له. فإذا ما دخلت في الصلاة وجب عليك أن يكون ثيابك نظيفة، وإذا لم يكن ثيابك نظيفة وانقضى ذلك عليك فلا حاجة لك في هذا الثياب، تستطيع أن تصلي فيه وفيه نجاسة عفى الله عن ذلك. حتى أن الجزار أو الطبيب إذا كان على ثيابه دم ولم يستطيع أن يغير ثيابه وأن يبدل أو يجعل ثوبا معينا للصلاة، أجاز الإسلام له أن يصلي بهذا الثياب الذي عليه نقاط الدم. فإذا ما دخل إلى الصلاة أمره الحق سبحانه أن يصلي كما كان يصلي المصطفى، وقال نبينا في حديثه صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي واقفا، إلا أنه أخبرنا أنه من لم يستطع أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، إلا أنه هناك أمر يغفر عنه الكثير من الناس. الكثير من الناس ممن يجلسون على الكراسي لأعذار يعلمون أنه لهم الغسل، إلا أن هناك أمر قد يفوته، أن القيام مع القدرة عند النية هو ركن من أركان الصلاة. فمن كان قادرا على أن يقف عند النية فينوي ويقرأ ما تيسر الله سبحانه له من الفاتحة، أو يكتفي بالوقوف عند النية فقط ثم يجلس على كرسي، فهذا قد أصاب ما فرضه الحق سبحانه، لأن القيام مع القدرة هو ركن من أركان الصلاة. فمن تناساه أو تغافل عنه فقد بطلت صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. من لم يستطع أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصلي متكئا، ومن لم يصلي متكئا ولا يستطيع فليصلي مستلقيا على ظهره، ومن لم يستطع أن يقرأ القرآن بلسانه فليدرجه على قلبه أو على عينه كما ذكر ذلك العلماء. كل ذلك من يسر الإسلام ومن سماحته. وصرف ربنا سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، الإسلام ليس فيه حرج، والإسلام تدرج للناس كل ذلك من يسر وسهولة الإسلام. هل تعلمون أن أحكام الدين التي فيها الحدود ما أمرنا بها الحق سبحانه إلا بالمدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الفضل وإلى تعلق الناس في زمان رسول الله. سألوا رسول الله عن الفضل فقال الحق سبحانه ونزل قرآنا
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان الناس يشربون الخمر إلا أنهم يبتعدون عن أوقات الصلاة. ولما جاء رجل فشرب الخمر ودخل يصلي بالناس وكان سكرانا، وكان ذلك في بداية الأمر، وقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وهنا ينزل قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء بعد ذلك تحريم نهائي إنما الخمر والميسور والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فانتهى الناس عن هذا الأمر. كل ذلك من وجه الإسلام تدرج في العبادة وتدرج في هذه الأحكام. ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة فأمر الناس أن يعبدوا الله وحده وأن يتوبوا الأصنام، وأمرهم بصلاة وصيام وزكاة وحج، وأن يتركوا ما اعتادوا عليه من خمر ومن ميسر ومن زنا ومن غير ذلك من هذه الأمور. فاستطاع الناس أن يفعلوا ذلك وما دخلوا في دين الله أفواجا، إلا أن الإسلام جاء بيسر وسماحة فرغب الناس في دين الله جل وعلا. علمهم أنه واحد لا شريك له وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. وما جاءت هذه العبادات إلا في مرحلة متأخرة، وما جاءت هذه النواهي وهذه الحدود إلا بعد 13 عاما من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة المنورة. أيها الأخوة الكرام، يقول الحق سبحانه في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد بيده الخير سبحانه وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، إن الحق سبحانه ارتضى لنا دين الإسلام دينا، ومن علينا أن جعلنا أمة الإسلام، ومن علينا أن جعلنا أمة للمصطفى، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأخبرنا أن هذا الدين لا يصلح إلا بالسخاء وحسن الخلق. وعلمنا نبينا الكريم أن هذا الدين تمامه الإسلام، تمامه الأخلاق، تمامه المعاملة الحسنة. قال في حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جمل الحق سبحانه ظاهرة، فكما جمل ربنا ظاهرة فحسن من أخلاقك وحسن من معاملتك مع الناس. فكم من أناس يرتادون المساجد وهم في جهنم وبئس المصير، وكم من إنسان يصلي ويصوم لله جل وعلا إلا أنه يؤذي الناس وهو في جهنم وبئس المصير. انظروا إلى امرأتين قيل عن الأولى للمصطفى صلى الله عليه وسلم إنها تصوم تصلي الخمس وزيادة، وتصوم رمضان وزيادة، وتتصدق بمال كثير، وتحج إلى بيت الله الحرام، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فحكم عليها المصطفى وقال هي في النار. وقيل له وفلانا لا تصلي إلا الخمس، ولا تصوم إلا رمضان، ولا تنفق في سبيل الله إلا ما عليها فليس معها مال، وما استطاعت أن تخرج إلى بيت الله إلا أنها تحسن إلى جيرانها بلسانها. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فحسنوا أخلاقهم وحسنوا معاملاتهم، فإنه ما من أحد مات فشهد له 4 بخير إلا ودخل الجنة. يروي أحد أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله
ما من أحد مات فشهد له 4 بخير إلا ودخل الجنة. فقال الناس يا رسول الله وثلاثة، أي وثلاثة شهدوا له بالخير. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وثلاثة. فقالوا يا رسول الله واثنان. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم واثنان. يقول راوي الحديث وما سألناه عن الواحد، أي وما سألوه عن شهادة الواحد. فإن شهد لك 4 أو 3 أو 2 بخير فأنت من أهل الجنة بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ما من يوم معد إلا وفيه ساعة خير وثواب ودعاء وفضل من الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن تكون هذه الساعة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا أمنا في أوطاننا واحفظ دماءنا وعليك بأعدائنا وارحم شهداءنا وانصر جيشنا وأمننا. ألف بين قلوبنا فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت. اجمع قلوبنا على قلب المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء. قلت في كتابك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين واجعلها أمنا وأمانا وسلاما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أمدهم بمددك يا رب العالمين، وزدهم قوة على قوتهم، وجلدا على جلدهم، وصبرا على صبرهم، وعدة على عدتهم، وقوة على قوتهم، وأرنا في الصهاينة ومن والاهم آية. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، واكتب لنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.